بكل صراحة وبكل وضوح وبكل شفافية. ما جرى في مباراة المغرب أمام الولايات المتحدة أمر لا يمكن السكوت عنه. اللعبة التي أثارت الجدل لم تكن مجرد لعبة، كانت كرة متجهة إلى الشباك، وكانت اليد واضحة، وكان الخطأ فاضحا، وكان القرار غريبا لدرجة أدهشت العالم. ليس من المنطقي وليس من العادل وليس من المقبول أن تحرم دولة بحجم المغرب بدعم جماهيري بهذا الحجم من ضربة جزاء واضحة كهذه. لقد شاهدت اللقطة بنفسي، تابعتها من عدة زوايا، وتأكدت كما تأكد كل من شاهد المباراة أن الحكم أخطأ، وأن ال VAR لم يقم بواجبه، وأن هناك خللاً يجب إصلاحه فوراً. وأقولها اليوم بوضوح للمسؤولين عن هذه البطولة ولكل من يستمع إلي: لن أقبل بظلم المغرب مرة أخرى. لقد ظلم المغرب أمام اليابان، وظلم أمام الولايات المتحدة، وقبل ذلك شاهدنا ظلماً واضحاً في كأس العالم 2022 أمام فرنسا.